أهلا بيكم. هنتعرف على شخصية فنانة جندها الموساد الإسرائيلي لاغتيال عالمة الذرة المصرية سميرة موسى. هي الفنانة رائية إبراهيم أو راشيل إبراهام. اتولدت في حارة اليهود في القاهرة، وبدأت حياتها في بيع الملابس والخياطة للأمراء والملوك، وبعدها اشتغلت في الفن، ومع شهرتها ظهر ولائها لإسرائيل. بدأت في تشجيع يهود مصر على الهجرة بعد حرب 48، ورفضت وقتها المشاركة في فيلم بتلعب فيه دور بدوية بتخدم الجيش المصري، وكمان رفضت رئاسة الوفد المصري في مهرجان كان. مثلت 19 فيلم، من بينهم الضحايا وأولاد زوات وزينب ورصاصة في القلب اللي كان مع الدكتور محمد عبد الوهاب. طلقت من جوزها المصري وهاجرت إلى الولايات المتحدة عام 1954، واتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، وده بعد رفضها عرض قدمته لها رائية بالحصول على الجنسية الأمريكية والعمل في المراكز العلمية هناك. وده أكدته حفيدة الممثلة بعد عثورها على مذكرات جدتها، واللي بتحكي فيها عن علاقة الصداقة بينها وبين سميرة موسى، وإنها استغلت علاقة الصداقة وسرقت مفاتيح شقة العالمة سميرة موسى وطبعته على صابونة وسلمته للموساد الإسرائيلي، وسهلت دخولهم شقتها وتصوير أبحاثها ومعملها الخاص. في الوقت ده إسرائيل كانت قلقانة من طموح سميرة موسى لصناعة القنبلة الذرية. عرفت الممثلة رائية وقت زيارة سميرة لأحد المفاعلات النووية في أمريكا، وبلغت الموساد، وتم اغتيال العالمة سميرة موسى في حادث يوم 15 أغسطس عام 1952. سعدت بوجودكم معايا. أنا مروة صالح.